السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله جايه لكم بمنيو اكلات الاسبوع، كلها اكلات حلوة قوي تقدري تختاري منها اللي يناسبك وتنفذيها. بس قبل ما ابدا ما تنسيش تحطي لايك للفيديو، وتعالي نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف المنيو بتاعنا عبارة عن ايه. الوصفة الأولى معايا البط المسلوق والمتحمر بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وهقولك ازاي نطلع منه أحلى شوربة في منتهى الجمال. البط المسلوق والمتحمر أحلى من المشوي مليون مرة. أول حاجة بنضف البطة كويس جدا، بدعكها بليمون ودقيق الأول كويس، وبنقعها في مية فيها خل ودقيق وملح، وبسيبها فيها لمدة نص ساعة. بغسلها كويس جدا وبرجع أنقعها تاني في مية بليمون لمدة ربع ساعة، وبشطفها كويس بتبقى زي الفل. وبعمل لها مرتة عبارة عن بصلة كبيرة متقطعة شرايح رفيعة، بدعكها بشوية ملح وفلفل أسمر، وبحشي بيها بطن البطة، وبقفل على الحشوة كويس. وفي حلة فيها مية بتغلي بضيف فيها البطة، ويكون الصدر لتحت علشان ده أكتر حاجة بتاخد وقت في التسوية، وبسيبها تغلي غلوة واحدة الأول، وبشيل أي ريم بيظهر على الوش. وبضيف المطيبات بصل وطماطم وجزر ورق لورا وحبهان وفلفل اسمر، وبسيبها تستوي براحتها على نار هاديه، ومش بضيف الملح غير في الاخر لما تدخل في التسويه. بعد ما البطه بتستوي اهم حاجه تكون بارده، بحطها في صينيه وبدهنها كلها بمعلقه كبيره من السمنه من ورا ومن قدام في كل الجهات. بنحط السمنه بعد ما البطة بتبرد وتتشمع، علشان لو حطينا السمنة عليها وهي سخنة السمنة هتسيح عليها. وبتدخل الفرن تحت الشواية مع المتابعة وتقلبيها علشان تاخد لون من جميع الجهات. وقدمت معاها محشي ورق عنب وكوسة وبتنجان وفلفل. عملت معاكم تسبيكة المحشي كتير بس هقولها لكم تاني باختصار. بشوح 3 بصلات مفرومين وسط في معلقتين كبار سمنة بلدي وشوية زيت. بشوح البصل لحد لما ياخد لون ذهبي. بضيف معلقة كبيرة صلصة طماطم ومعلقة كبيرة من هريسة الفلفل الحلو، بشوحهم الأول مع البصل. وبضيف نص كيلو طماطم معصورة، والبهارات معلقة صغيرة من الكمون، الكزبرة الناشفة، البابريكا، الفلفل الأسمر، ال7 بهارات، ومعلقة كبيرة من الملح. وبقلبهم كويس وبسيبها لحد لما تتسبك. وبعمل تكاية حلوة بتفرق في طعم المحشي. بدعك بصلة مفرومة بشوية ملح وفلفل أسمر، بتدي للمحشي طعم وريحة في منتهى الجمال. وبضيف عليها خضرة المحشي شبت وكزبرة خضراء وبقدونس مفرومين ناعم، مع 3 كوبايات رز، ورز المحشي مغسول ومتصفي ومش منقوع. وبضيف عليها التسبيكة وشوية زيت ورشة نعناع ناشف، وبقلب كله في قلب بعضه، وكده خلطة المحشي بتكون معايا جاهزة. الوصفة التانية معايا أكلة سمك حلوة قوي في منتهى الجمال. هقولك ازاي تشوي السمك في البيت بكل سهولة بدون لا فرن ولا دخان، وهتعمليه ولا أجدع سماك. وهقدم معاه شوية جمبري لونه وطعمه هيوديك في حتة تانية خالص. بعمل تتبيلة للسمك حلوة قوي. في الكبة بفرم توم وفلفل أخضر وأحمر وبقدونس وجزر مبشور، الكمية طبعا على قد كمية السمك اللي انت هتعمليه. بفرمهم مع بعض، وبضيف معلقة كبيرة من الملح، معلقة صغيرة كمون، كزبرة ناشفة، بابريكا، ومعلقة كبيرة خل، ومعلقتين كبار عصير ليمون، وبقلبهم مع بعض. وباخد معلقتين كبار من التتبيلة وبتبل بيهم الجمبري، وبسيبه شوية علشان يشرب من التتبيلة كويس. وبتبل السمك من الراس والبطن بالتتبيلة الحلوة دي. لو عايزة تشوي السمك وهو مقفول من غير ما تفتحيه براحتك، بس انا بحب احشيه علشان يبقى السمك طعمه حلو.
وبحضر الحشوة اللي هحشي بيها السمك، عبارة عن جزر مبشور وبصل متقطع شرايح وطماطم وفلفل احمر واخضر متقطعين صغير وكزبرة خضراء مفرومة، وبضيف عليهم معلقة كبيرة من تتبيلة السمك وبقلبهم مع بعض. وبحشي السمك بالخلطة دي بس مش بمليه على الاخر. باقي الحشوة بضيف عليها كوبايتين مية وباقي التتبيلة، وبظبط الملح وبضيف عصير ليمون وشوية كمون، ودي الخلطة اللي بسقي بيها السمك بعد ما يتشوى. بغلف السمك كويس جدا بالردة وبشويه على البوتاجاز من فوق في صينية مخصصاها لشوي السمك. بسخن الصينية كويس جدا وبهدي النار وبشوي السمك، ومش بقلبه على الناحية التانية غير لما ياخد لون ويحمر الأول من تحت. أهم حاجة تكون الصينية سخنة الأول وبعدين نشويه على نار هادية، بيبقى حلو قوي. بعد ما السمك بيتشوي بحطه في الخلطة دي وبسيبه شوية علشان يشرب من الخلطة، وبعدين بقدمه في طبق التقديم. تعالي اقولك ازاي بعمل الجمبري باسهل واسرع طريقة. طعمه ولونه هيوديكي في حتة تانية خالص. في حلة على النار فيها شوية زيت، بشوح بصلة مفرومة وسط وبضيف عليها طماطم وفلفل اخضر واحمر متقطعين صغير، بديهم تشويحة مع بعض، وبضيف الجمبري المتبل ونص ليمونة، ومش بقلب بالمعلقة، بنطق الحلة بالشكل ده لحد لما الجمبري يغير لونه، وبسيبه شوية على النار لحد لما الخضار والجمبري ينزلوا المية اللي موجودة فيهم. وبعدين بضيف شوية مية مغلية يدوبك يغطي سطح الجمبري غلوتين، وبرفعه من على النار وبصفي الجمبري من الشوربة وبقدمه في طبق التقديم. جربوا طريقتي في عمل الجمبري وشوي السمك، هيعجبكم جدا بإذن الله. الوصفة اللي معايا بعد كده هنحضر مع بعض أكلة ما يختلفش عليها اتنين. هعمل إن شاء الله المكرونة بالبشاميل بطريقة حلوة جدا وسهلة وطعمها رهيب بجد. صينية مكرونة تشرفك في أي عزومة. أول حاجة بحضر العصاج. في طاسة على النار بشوح نص كيلو لحمة مفرومة بدون إضافة أي مواد دهنية. أنا بكتفي بالدهون اللي موجودة في اللحمة. بستنى عليها لحد لما تاخد لون من تحت، وبقلبها لحد لما تتغير لونها كلها، وبفتتها بالمعلقة علشان ما يكونش فيها أي تكتلات. بضيف عليها بصلة مفرومة ناعم وفص توم مفروم وحبتين طماطم مبشورين، والبهارات معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة فلفل أسمر، 7 بهارات، وبقلبهم مع بعض وبسيبها لمدة 5 دقايق لحد لما تنشف وما يبقاش فيها أي سوائل. وبحضر البشاميل في حلة فيها 5 معالق كبار سمنة، بضيف عليهم 5 معالق كبار دقيق مع التقليب على نار متوسطة لحد لما الدقيق يستوي علشان ما يبقاش طعمه باين في البشاميل. بضيف عليه 1.5 كيلو حليب شوية بشوية مع الاستمرار في التقليب علشان الدقيق ما يكلكعش. وبضيف ملح وفلفل اسمر ومكعب مرقة، ده اختياري بس بيدي طعم حلو قوي للبشاميل. كل ده مع التقليب المستمر. هو ده القوام المظبوط للبشاميل اللي انا عايزاه.
وبكون سلقة نص كيلو مكرونة 3/4 سوا في مية مغلية فيها معلقة صغيرة من الملح وشوية زيت، وبصفيها وبضيف شوية من البشاميل على المكرونة وبقلبهم مع بعض. في صينية بوزع في حدود كبشتين كبار من البشاميل في الصينية، وبضيف عليها نص كمية المكرونة، وبضيف عليها حشوة اللحمة المفرومة وكبشتين من البشاميل، وبضيف باقي كمية المكرونة. باقي البشاميل بضيف عليه بيضة وبقلبه كويس جدا وبضيفه على وش الصينية. عايزة تضيفي جبنة براحتك، انا بضيف جبنة بس بعد ما الصينية تتشمع وتاخد لون بسيط جدا، وبتدخل فرن ساخن على حرارة 180. شايفين ما شاء الله اللهم بارك، واخده لون حلو جدا. صينية مكرونة في منتهى الجمال، طعمها حلو جدا رغم انها دسمة بس خفيفة ما شاء الله. الوصفة اللي معايا بعد كده السمك المقلي المقرمش، احلى من اي مطعم هتاكلي فيه سمك مقرمش من بره ومستوي وجميل في منتهى الجمال، ورز صيادية بلون وطعم مفيش بعد كده. اول حاجة بعمل التتبيلة. في الكبة بفرم ثوم وفلفل اخضر واحمر وكزبرة خضراء، بفرمهم مع بعض كويس جدا، وبضيف عصير ليمون وخل وملح وكمون وكزبرة ناشفة وبابريكا، الكمية على قد كمية السمك اللي انت هتعمليه. بقلبهم مع بعض، وبتبل السمك بالتتبيلة الحلوة دي من جوه ومن بره وفي الفتحات اللي عملتها له، وبسيبه شوية على جنب علشان يشرب من التتبيلة ويكون طعمه احلى. وفي حلة على النار فيها نص كوباية زيت، بشوح بصلة كبيرة مفرومة وسط، بشوحها كويس لحد لما تاخد اللون البني الغامق. بضيف عليها مقدار المية، كمية المية على حسب كمية الرز اللي انت هتعمليه. كل كوباية رز مصري بتاخد قصاده كوباية مية، وبضيف الملح وبسيبه لحد لما يغلي. بعد كده بنزل بمقدار الرز وبقلبه كويس وبسيبه على نار عالية لحد لما يشرب المية، وبعدين بهدي النار وبسيبه يستوي براحته على نار هادية. معايا هنا كوباية دقيق، بضيف عليها معلقتين كبار نشا ومعلقة صغيرة من البابريكا والكاري ورشة ملح، وبقلبهم مع بعض. وبغلف السمك كويس جدا بالدقيق، اهم حاجة تنفضي منه الدقيق الزيادة قبل ما تقليه.
وبقليه في زيت ساخن على نار متوسطة علشان السمك يستوي من جوه وما ياخدش لون بسرعة من بره. وبطلع السمك على مصفى، بلاش تطلعيه على مناديل مطبخ علشان ما يطراش معاكي. سامعين معايا صوت القرمشة؟ جميل جدا ما شاء الله. وده شكل الرز، شايفين مفلفل وحلو ازاي؟ والسمك ما شاء الله اللهم بارك، حاجة كده روعة بجد. السمك مقرمش وجميل جدا في منتهى الجمال. الوصفة الأخيرة معايا سهلة وحلوة قوي، دبابيس الفراخ بتتبيلة جديدة الكل هيسألك عليها. هتخلي الدبابيس دايبة من جوه ومقرمشة من بره وطعم في منتهى الجمال. بعمل تتبيلة عبارة عن علبة زبادي صغيرة، بشر ليمونة، عصير ليمونة، معلقة كبيرة صلصة طماطم، معلقة صغيرة ثوم مفروم، نص كوباية زيت، بصلة صغيرة مبشورة ناعم، والبهارات معلقة صغيرة من الكركم، الكزبرة الناشفة، البابريكا، كمون وجنزبيل، ومعلقة كبيرة ملح، والمكون السري معلقة كبيرة من العسل الأسمر، ممكن تستبدليه بمعلقة من دبس الرمان. بخلط كل مكونات التتبيلة مع بعض وبتبل دبابيس الفراخ وبسيبها فيها لمدة ليلة كاملة علشان تشرب من طعم التتبيلة ويبقى طعمها أحلى وأجمل. وبرصها في صينية وبتدخل فرن ساخن مسبقا على حرارة 200. ما شاء الله شايفين شكلها حلو جدا، الفراخ دايبة ومستوية وفيها نسبة قرمشة بسيطة تحفة بجد. بكده انتهى المنيو بتاعنا، يا رب يكون عجبكم ونال رضاكم، وما تنسوش بالله عليكم تحطوا اللايك علشان يرفع معايا الفيديو، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.